هذا الوطن الذي بات يشهد قفزة نوعية على جميع الأصعدة، سياسيا من خلال تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات قوية باتت تضرب بيد من حديد فأعادت هيبة الجزائر في المحافل الدولية، اقتصاديا عبر مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء وتشجيع الصناعة الوطنية، واجتماعيا بفضل الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطنين. ولأن الجزائر عقدة الحاقدين وباتت بخير، يبدو أن أعداءها وعلى رأسهم فرنسا والمخزن المغربي يزعجهم هذا التقدم، فتراهم بكل قوة لإثارة الفتن والبلبلة، إلا أن الأحرار يقفون بالمرصاد لتلك المحاولات البائسة ويثبتون ككل مرة وطنيتهم وغيرتهم على وطنهم